شريف صقر، كابتن ومدرب فريق الابطال هيروز ريسنج سكول. هو انا مؤسس المدرسه من 2018، وانا بقالي في السباقات يمكن من اول سباق دخلت في حياتي كان 2009، وابتديت انتظم في السباقات ممكن من 2014 2015. هي مدرسه لتعليم السباقات السبيد والدريفت، بس الاساس بتاعنا سبيد. واللي خلاني اعمل ده اللي انا اوريدي قعدت زي ما قلت كده، بدات من 2009 ما كنتش عارف معلومات عن السباقات، كنت يعني بتنشأ على اي معلومه، ما كانش لسه في سوشيال ميديا، فالموضوع كان صعب ان انت تعرف مكان سباق او تعرف مواعيده او كده. ومنها ابتديت ان انا اعرف اماكنهم، وبعد كده ابتديت ان انا اعرف ازاي اشارك. وبرده ده كان بيواجهني في صعوبه، ان انا برده مش عارف التفاصيل ومش عارف اجهز ازاي واجهز عربيتي ازاي واتمرن على ايه وايه المصطلحات بتاعت السباقات. واوريدي كنت بمشي حتى في وسط المتسابقين في بدايتي يعني، واحاول اتعلم منهم او افهم منهم، بس برده كان الموضوع بالنسبه لي صعب. كنت بسمع مصطلحات هي عاديه بس بالنسبه لي كانت غريبه، والموضوع كان ضخم، وببقى ماشي في وسطهم كده تايه. اي نعم انا بسوق من زمان، يمكن وانا عندي 8 سنين او 10 سنين وحاجات كده، وكنت يعني مطلع رخصه من اول يوم وحاجات كده بس برضو لما جيت نزلت السباقات لقيت طريقه مختلفه خالص. فكنت بفكر دايما ان انا يعني فكره الفريق، الحاجات اللي انا واجهتها وقعدت فيها سنين تبقى مش موجوده في الناس الجديده او اساعد الناس الجديده. وفي نفس الوقت لما كنت بكسب في الاول خالص قبل ما اعمل الفريق، برضو كنت بلاقي البوديوم كله فرق ناس اوريدي تيشيرتات وعليها لوجوهات وبتاع، فكنت بحس ان الموضوع يعني انا مجرد ان انا نزلت من على البوديوم او من تسليم الجوائز خلاص كده الموضوع خلص. وقبليها الاستعداد بتاع التدريب وتجهيز العربيات كنت ببقى لوحدي فيها. ودايما البوديوم هو 2 3 هم بنفس المراكز، او مع اختلاف بس المراكز، بس نفس الاشخاص، و2 3 معاهم هم الجمهور برضو واصحابهم او اللي بيدعموهم. فالموضوع ده كان مضايقني، ان انا عايز الموضوع يكبر ويبقى فيه جيل جديد وفي نفس الوقت يبقى فيه جمهور. فمنها بقى جت فكره الفريق، وركزنا ان احنا يبقى الفريق بتاعنا العربيات اللي هي الستوك، المقصود بيها اللي هي مش معدله. يعني يمكن هتشوفوا او هيبقى معاكم فيديوهات لينا عربيات اوريدي مش معدله، واحنا بنساعدهم، وفي منها اوتوماتيك وفي منهم ولاد وبنات، وفي اشبال كمان من سن 12 سنه بنشتغل معاهم بولايه والدهم او والدتهم يعني، وبنطلع منهم موهبه بيقدروا يخشوا سباقات وبيكسبوا كمان عربيات معدله. بديع، عضو من اعضاء فريق هيروز اكاديمي. انا بحب العربيات من صغري، وكنت حابب اخش في اوتوكروس ايام زمان قوي قوي، وما صدقت يعني لقيت اللي فيه مدرسه بتعلم الحاجات ديت وتورينا الطريق ازاي نبدا نخش المجال ده. فطبعا ما كانش فيه اي تردد يعني، ده ما صدقت يعني ازاي بسبب العربيه ديت. ديت عربيه نيسان صني 1500 اوتوماتيك، 99 حصان. بس هي بنتكلم في الاول وفي الاخر مش المينلي او العامل الرئيسي على العربيه بيبقى 50-50، نقدر نقول السواق عليه يمكن اكتر من 50% كاسلوب قياده، عارف ازاي يسوق، عارف ياخد ازاي الاوردرات. هي دي اللي بتوفر معانا وقت، تقدر تستغل كل الطاقه اللي موجوده في العربيه، فبتقدر تحقق بيها وقت محترم يعني. بقت عندنا امان جدا يعني، من كتر الامان عايزينهم يقللوه شويه
من كتر ما هم خايفين علينا. دي حاجه اكيد، يعني نفسنا يبقى في سباقات فيها تهور شويه اكتر من كده. ازاي جت الجرأه؟ هي بنتي شافتني بشارك، انبسطت، وانا كنت واحد من الناس اتعلمت سواقه وانا صغير، فكنت حابب ان انا برضه اعلمها سواقه وهي صغيره، فابتديت اخدها مره في مره كذا مره كارتينج، فابتدى تبقى حبت الموضوع وحابه تشارك، فبناء عليها اشتركت لها في السباقات، بقت تيجي اوقات تتمرن وتنزل السباقات، واتبسطت لما كسبت قبل كده كاس، وان شاء الله تكمل باذنك يا رب. وديت الاولانيه، والثانيه لما تكبر شويه صغيره نعمل لها كده برضه.